هل جربت قبل كده ادوات الذكاء الاصطناعي في كاب كات؟ في الفيديو ده اعرفك على اهم الادوات اللي ممكن تغير طريقة تعديل الفيديوهات تماما. اول اداة معانا وهي حذف الخلفية. بضغطة زرار بس تقدر تشيل الخلفية من الفيديو من غير كروما كمان، والنتيجة احترافية جدا. لو رحت على الفيديو تك عليه ورحت على ريموف باك جراوند بي جي، تكيت على اوتو ريموف، هتستنى ثواني بس، بوم، زي الخلفية. تقدر بقى تحط الشخص ده على اي خلفية عندك. يعني مثلا لو رحنا على اللايبراري او المكتبة، هنلاقي مكتبة كبيرة جدا بتقدمها لنا كاب كات، فيها حاجات كتير جدا. خلفيات بقى انا اقدر اسيرش على اي حاجة انا عايزها. جرين سكرين اهوت، حاجات جرين سكرين كلها. اقدر استخدمها باك جراوند اهوت، باك جراوند يعني خلفيات كتير. انا اقدر احط الخلفية دي كده واروح مطلع الفيديو فوق، اروح لافف لافف جبتها ديت وكبرتها وبقى عندي خلفية. الصراحة نتيجة احترافية جدا. تاني أداة معانا وهي تحويل النص إلى صوت. بجد نتيجة احترافية. اكتب أي كلام وكاب كات هيقراه بصوت واضح وطبيعي، وده بيسهل على الناس اللي مش حابة تسجل بصوتها. فعندنا اهوت انا كتبت هلو ان ماي channel، ولو اتكيت عليه وبيبقى كده. يعني هو في البداية اول ما تتك عليه بيبقى في الناحية تكست بيزك. انت تروح عند اخر اختيار هنا وتختار اي صوت يعجبك. انا مثلا لو اخترت جيسي، Hello, I'm Eslim in my channel. بجد نتيجة احترافية. لو كتبنا مثلا ماندو. Mando. كمان بقى معانا أداة تالتة وهي تحسين الوجه أو ال AI Beauty. ال AI Beauty ده ذكاء اصطناعي بيظبط الإضاءة ونعومة البشرة بشكل تلقائي، وده مفيد جدا لصناع المحتوى. يعني مثلا لو جينا هنا نرجع بس هنا الباك جراوند بتاعتنا، ومثلا أو خليها أوتو، خلينا نروح مثلا على ريتاتش. لو انا اتكيت على سكين، هو بدأ بالذكاء الصناعي ان هو يقدر يتعارف على الوجه. اقدر بقى انا انعم، بص، بص الفرق، بنعم. اقدر افتح البشرة كلها، بص بص بص، اقدر افتح زي ما انا عايز. اقدر في حاجات كتير. هنا مثلا السمايل لاين، يعني خط اللي هو بتاع الضحكة لو في ضحكة. وهنا دارك سيركل اللي هو حوالين العين. بص لو انتوا واخدين بالكم، حاجات مش ملحوظة قوي بس انا شايفها، بس ممكن ما تبقاش ظاهرة في الفيديو. تمام. في عندك حاجات كتير بقى في الذكاء الصناعي، وهي انك تقدر تعمل ايه في الوش. تقدر تصغر الوش او تكبره، وتقدر يعني تقدر تتحكم في الوش بشكل كامل، وبيبان طبيعي. تمام. فاحسن حاجة في كاب كات ان هو كمان مش بيأفور لك. تمام. كل الادوات ديت في خاصية البرو، بس هقول لك في اخر الفيديو ازاي تشغل كل دوت. الأداة اللي بعد كده وهي الترجمة التلقائية. كاب كات بيقدر يسمع الكلام ويكتب الترجمة على الفيديو بشكل دقيق وسريع. يعني مثلا لو احنا عندنا صوت وسجلناه، مثلا خلينا نحط هنا، خلينا نتك على الميكروفون هنا ونتك هنا ونبدأ نسجل كلام ونشوفه هيكتبه ازاي. ده شخص يا جماعة بيمسك حبيبته بيرفعها لفوق. بس ده شخص يا جماعة بيمسك اهوت. انا سجلت الصوت، هبدأ اقول له ايه؟ تكست اهوت. لو رحت على اوتو كابشن، حددت اللغة بتاعتي عربي او لأ، وبعد كده بتك جنريت. بستنى لحظات قليلة جدا وهلاقيه ترجم الكلام وحطه اهوت. لو رحت على تكست، اقدر احدد الفونت اللي انا عايزه، كبر الكلام، حدد الفونت اللي انا عايزه مثلا، وحدد اللون. وهو ده شخص يا جماعة. صغر شوية، كبر سيكا، تعرف على الصوت بتاعي وبدأ يكتب الكلام اللي انا قلته بالظبط على الفيديو.
واقدر اتحكم في الكلام دوت من تمبلت جاهزة اهيت. اقدر اخليه يظهر بالشكل اللي انا عايزه من خلال التمبلت دوت. واقدر اتحكم انا يدوي بايدي ان انا احط الفونت وحجم الخط وكل حاجة. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، ودي الأدوات الذكاء الصناعي مبدئيا كده. وأنا إن شاء الله الفيديو الجاي هنزل لكم أدوات ذكاء صناعي تاني في كاب كات، لأن الأدوات في كاب كات ما بتخلص من، والذكاء الصناعي ما بيخلصش. ولو عايز جزء تاني من الفيديو ده يا ريت. وانا وصلت لنهاية الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب، واحب اختم الفيديو بكلمة لا اله